ما زهقتوش؟ بجد ما زهقتوش؟ يعني ما زهقتوش من فكرة ان انتوا طول الوقت شايفين الدنيا قد ايه وحشة، وقد ايه الناس ظلمانة، وقد ايه المجتمع كله جاي علينا، وقد ايه كل حاجة في الدنيا وحشة؟ طب مش عايزين تشوفوا بجد الدنيا الحتة الحلوة فيها فين؟ تلاقوها فين؟ تمشوا الطريق منين عشان بجد تشوفوا حتة صغيرة قوي في حياتكم حلوة؟ انا هوريكم الحتة دي النهاردة، بس اتفرجوا الفيديو للآخر. هلو من نص الدنيا الحلو، انا دينا الحداد، وهدفي من البرنامج ده ان انا اوصل كل واحد لاحسن نسخه من نفسه، ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه بالايجابيه. طبعا عيب قوي لما يبقى اسم البرنامج نص الدنيا الحلو وعندي ناس او لسه بتشوفني ناس بجد هي قاعده في الكومفورت زون بتاع دور الضحيه ومش عارفه تخرج منه، وفي ناس بتبقى عارفه ان هي فعلا في الحته دي ومش عارفه تخرج، وفي ناس مش عارفه ان هي في الحته دي وهتكتشف النهارده ان هي في الحته دي. هنقسم الحلقه النهارده لجزئين: جزء لو انتوا فعلا دور الضحيه ده هنتعامل معاه ازاي، ولو في ناس في حياتكم دور الضحيه دي هنتعامل برضو معاها ازاي. خلونا الاول نتكلم على نفسنا، لان احنا الهدف من البرنامج ان احنا نركز على نفسنا اكتر. انا عارفه ان انتوا اتظلمتوا كتير، وان الدنيا جت عليكم رايح راجع رايح راجع 100,000 مره، وان انتوا استحملتوا سنكم صغير وعشتوا حاجات فعلا 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 في ناس كبيره ما عاشتهاش، او في ناس كبيره فعلا ما تستحملش ان هي تعيشها. بس فكروا كده معايا للحظه واحده، وبعدين ثم ماذا بعد؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيتغير؟ قعدت اعيط واخبط واكسر وارزع وازعق واصيح واشقلب الدنيا، وجالي اكتئاب وتحت عينيا اسود، وكل الاعراض اللي في الدنيا السيئه جات لي. هل في حاجه اتغيرت؟ فكروا كده دقيقة، وقفوا الفيديو وفكروا دقيقة. هل في حاجة اتغيرت؟ في حاجة اتحركت من مكانها؟ الأوضة الكئيبة المكركبة اللي بايظة، اللي كل حاجة مش في مكانها، اللي أصلا أول ما تخشوا تجيب لكم اكتئاب، اتغيرت؟ اتروقت؟ في أي حاجة فيها اتحركت من مكانها؟ ولا أي حاجة. وللأسف مفيش أي حاجة هتتغير ولا هتتحرك من مكانها غير لما احنا نقرر ان احنا هنتغير وهنخرج من الحتة دي. عارفين دور الضحيه ده اللي هو مين، او اللي هو بنعرفه ازاي؟ اللي هو غالبا بيبقى تايتل، غالبا يعني انا شفته في اكتر من حد مدير في الشركه، هتلاقوا في الشركه او في المكان شغالين فيه، لازم يكون في شخص من ده، اللي هو طول الوقت شايل الهم، وطول الوقت محسسكم ان الشركه كلها فوق دماغه، وان لو الدنيا ما جاش يوم الدنيا بتتقلب والدنيا بتنهار. ولما تيجوا بجد تبصوا هو بيعمل ايه، هتلاقوه ما بيعملش حاجه. بجد هو مخلي كل الناس تعمل كل حاجه اللي هي ممكن تكون اوريدي شغله، وهو ما بيعملش حاجه. بس هو طول الوقت سيبوني، لا 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 مش هقدر اعمل ده، لا لا انا ورايا شغل قد كده. تخشوا جوه تلاقوه بيلعب سابوي مثلا، او بيلعب اي لعبه. بجد هو خلاص هو برمج عقله، او هو بقى مقتنع من جواه ان هو عنده حاجات كتير جدا بتعملها. بس نيجي بقى نكتب على ورق، او نيجي نبص نحط اليوم كده قدامنا، انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه بجد، ولا حاجه، ولا بيجي حضور وانصراف وبس، شكرا على كده. ده يا جماعه ان انا الدنيا كلها ضدي، وان انا الدنيا مش عايزه تضحك لي، وان انا الناس كلها مستقصداني، ونظريه مؤامره العالم كله بيتآمر علشان ما تلاقيش شغل، الدنيا كلها بتتآمر علشان يبقى حظك وحش، الناس كلها متضايقه علشان انت هترتبطي، ما فيش ولا حد كويس بيجي في حياتك، ما فيش مش. لا لا، هو انت اللي مصممه تبصي على حياتك من العدسه دي، من الحته دي. فعمرك ما هتشوفي الباقي، عمرك ما هتشوفي الباقي. خلاص انت قررتي ان انت تقفي في الشباك الفلاني، والشباك الفلاني دي حاجب الرؤيه بتاعتك على العماره الفلانيه. خلاص انت مش شايفه اي حاجه تانية غير الحته الفلانيه دي، او مش شايفه غير بقى قدامك زباله، او شايفه قدامك حته وحشه جدا ما فيهاش اي فيو عدل. انت مش هتشوفي غير الحته دي، مع ان انت شقتك كبيره وفيها اكتر من شباك وفيها اكتر من بلكونه تقدري تبصي منها. لو حركتي نفسك لحظه تبصي من حته تانية، يمكن تلاقي حاجه عدله، يمكن تلاقي فيو مختلف، يمكن تلاقي ناس بتضحك، يمكن تلاقي بجد حاجه صغيره حلوه. راجعي حياتك، هتلاقي عندك صحتك كويسه، اقل حاجه خالص هتلاقي عندك شكلك كويس، بتلبسي كويس، عندك بيت يا ستي، عندك اي حاجه تقدري، مش اقولك تحمدي ربنا بس عليها، تقدري تشوفي ان هي انا عندي ميزه اقدر ابدا بيها،
اقدر اقف عليها كده واشوف انا عندي ميزه واحده، طب ما انا اقف على الميزه دي او ابص على الميزه دي عشان يبقى عندي ميزتين، عشان يبقى عندي ثلاثه، عشان يبقى عندي اربعه، وهكذا وهكذا لحد لما العدسه بتاعتك توسع، نظرتك لدنيتك ونظرتك لحياتك ونظرتك لمستقبلك تتغير. عمرك ما هتبقي انت زي غيرك زي ما انت عماله تقارني، انا هبقى زي مش عارفه مين، هو انا يعني هبقى كويسه، هو انا يعني هبقى مش عارفه ايه. ليه يا جماعه؟ ليه دايما بنبص بجد على الناس اللي وحشه، او الناس اللي ما نجحتش، او الناس اللي حظها وحش، او الناس اللي مش بتسعى كفايه وشايفه انه خلاص انا كده تمام قوي، وانا الحمد لله انا عارفه ان انا حظي اصلا مش هيجيب لي اكتر من كده، فانا كده تمام قوي. طب ليه مش بنبص على بجد الناس اللي ناجحه، الناس اللي شاطره، الناس اللي فعلا حققت حاجه؟ ليه دايما بنبص على الاقل، الوحش، الصغير؟ ماشي نبص على ده عشان نقول الحمد لله، بس برضه نبص على الاعلى مننا عشان نتحمس عايزين نبقى احسن. انا عايزه اقول لكم على حاجه، فكروا كده معايا، هو الانسان مسير ولا مخير؟ يعني للحظه كده، هل انتوا مسيرين ولا مخيرين؟ يعني انتوا بتتحطوا في الحاجه وانتوا غصب عنكم لازم تمشوا فيها طول الوقت، ولا انتوا لا انا بختار الحاجه اللي انا عايزه امشي فيها؟ اكتبوا لي في الكومنت. انا رايي الشخصي ان البني ادم مسير مخير، احنا مش مخيرين في اللي بيحصل لنا، في القدر بتاعنا، في اللي ربنا كاتبه لنا، في الحاجه اللي هتحصل لنا، كده كده هتحصل لنا، كده كده شئتوا ام ابيتوا ام رفضتوا ولا وافقتوا هيحصل، لان ده قدر وربنا كاتبه لنا. بس اللي مش قدر، اللي ربنا سايبه لنا، هو اختيارنا ان احنا هنتعامل مع الحاجه دي ازاي، هو احنا هنتصرف مع الموقف ده ازاي، هو احنا هنريكفر او هنقوم من المحنه دي ازاي. احنا اللي هنقرر اذا كنا لو حصل لنا موقف وحش قوي هنقعد في اوضتنا المكركبه اللي فيها كل اكتئاب الدنيا ونقعد نعيط ونكتئب ونقول احنا قد ايه حظنا وحش، واني قد ايه انا بيحصل لي كده ومش عارفه مين ما بيحصلوش، وقد ايه انا مش عارفه ايه، وخلاص ونكتئب؟ ولا هنكسر باب الاوضه وهنخرج من الاوضه ونقرر احنا هنواجه المشكله دي وهنعرف نقوم منها، هنعرف نقاوم الزعل وهنعرف نقاوم الاكتئاب وهنعرف نبقى احسن وهنعرف ننجح وهنعرف بجد نقدر نشوف حته صغيره قوي من الدنيا تكون كويسه، حته صغيره قوي انتوا بجد تستاهلوها. ليه مش شايفين نفسكم تستاهلوا؟ ليه مش شايفين نفسكم تبقوا مبسوطين زي ما كل الناس مبسوطه؟ كل بني ادم في الدنيا بيجذب الناس اللي شبهه. لو انتوا مكتئبين وزعلانين وفرحانين، انا لو طاقتي حلوه مش هقرب منكم، مش هقرب، هخاف على نفسي، هخاف على طاقتي، هخاف على ان انتوا تكئبوني، لان الصاحب ساحب. فانا عمري في حياتي ما هصاحب حد مكتئب، عمري ما هصاحب حد طول الوقت زعلان وحزين ووشه يجيب النكد. فانتوا هتلاقوا نفسكم بتصاحبوا الناس دي، فهتفضلوا في نفس، بالعكس انتوا دايرتكم عماله تكبر، بس هي دايره النكد. اخرجوا من الدايره دي عشان تبداوا تجذبوا لنفسكم ناس كويسه، ناس بجد تستاهل، ناس بجد ناجحه، ناس بجد شاطره، تبقوا قاعدين على ترابيزه كده فخورين بالناس اللي قاعده معاكم على الترابيزه دي، دي بتعمل كذا ودي ناجحه في كذا ودي شاطره في كذا وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا. ما نبقاش قاعدين في قاعده كلنا اجمد واحد فينا معاه 200 جنيه. يا جماعه ده مش هيوصلكم لحاجه، ده بجد مش هيوصلكم لحاجه. افتكري دايما ان انت مش ضعيفه، ان انت مش مكسوره، ان انت الدنيا مش عامله مؤامره عليكي، ان انت مش وحشه، ان انت مش دايما الناس بتخذلك ودايما الناس جايه عليكي ودايما الدنيا جايه عليكي ودايما في نظريه الكون ضدك. ده مش صح، ده مش صح، ده مش صح خالص. انت اللي عايزه تبصي من الحته دي، انت كويسه، انت احسن من غيرك بكتير قوي، انت مش مكتئبه، انت مش زعلانه، انت مش مكسوره، انت عادي اتوجعتي كلنا اتوجعنا، انت كسرتي كلنا كسرنا، انت حد خذلك كلنا ناس خذلتنا، بس في ناس قررت تقوم وناس عايزه تفضل واقعه، عايزه تفضل في الحفره اللي هي فيها. انت اللي تقرري انت عايزه ايه. ده لو احنا هنتكلم على نفسنا. اوكي، لو احنا بقى هنتكلم على حد بجد هو طول الوقت عايش دور الضحيه، انا عايزه اقول لكم على حاجه انا بعملها في حياتي. كنت في الاول بحاول ابذل مجهود يا جماعه جبار، كلمه جبار دي قليله مع الناس بجد اللي عايشه الدور ده، واقعد بقى ولا وانا هصلح ولا ما تقعدوش تبصوا كده للدنيا والدنيا حلوه، وطاقه ومجهود والله العظيم كنت بدمع وانا بتكلم من كتر الطاقه اللي انا بديها لهم، وهنعمل وهنسوي مش عارفه ايه وهنطلع وهننزل وهنخرج طاقه مرعبه. لحد ما اكتشفت ان الشخص ده مش بيتغير، واني انا اللي بقل، طاقتي بتقل كل مره بقعد معاه او كل مره بقعد معاها، طاقتي عماله تقل 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 لحد لما لقيتني انا مش قادره اتكلم في مره، لان اللي قدامي مش هيتغير. فبدات اسمع
من غير ما ارد. بحاول احافظ على طاقتي، بحاول احافظ على مجهودي، على كلامي، على الفايبس بتاعتي، لان انت مش هتتغير، وانا حاولت اكتر من مره، فانت مش هتتغيري، فخلاص مش هتتغيري لنفسك بقى، لكن ما تاثريش عليا، ما تاثريش عليا. في ناس كده بجد، هي ده مش خذلان يا جماعه، او ده مش، انت مش شخص وحش، انت مش شخص وحش، وانا ما كنتش وحشه لما عملت كده، بس انا خلاص حاولت مره، مش هحاول مره كمان، خلاص انا حاولت مره، انت ما تقبلتش، انت ما تقبلتيش ده، انا مش هبذل طاقه مره كمان مع حد ما حاولش لحظه ان هو يفكر في كلامي ان هو صح ولا غلط. خلاص حافظ على طاقتي لنفسي، على شويه الطاقه اللي فاضلين لي، اعمل بيهم حاجه تفيدني، اعمل بيهم حاجه تنفعني. لكن بقى ان حد بقى مش شايف نفسه غلطان، مش شايف نفسه عنده مشكله، مش شايف نفسه وحش، شايف ان الناس كلها هي اللي غلط، الناس كلها بتفكر غلط، الناس كلها مضطهداه، الناس كلها مديرين في الشغل يا عيني جايين عليه، المرتب بتاعه يا عيني اقل مرتب في صحابه، مش اعمل لك ايه؟ انت اللي عايز تعمل كده خلاص، انت حر، انت حر، انا مش هحاول معاك. ما تحاولوش يا جماعه، وما تبذلوش طاقه مع ناس ما تستاهلش طاقتكم. سيبوهم، انتوا مش وحشين، انتوا مش بتخذلوهم، انتوا مش اي حاجه، بس خلاص. هو لما يجي لكم يقرر يقول لكم والله انا حاسس ان انا زهقت من الحياه اللي انا فيها دي، وبجد انا عايزه اتغير، اقول لكم حاولوا، لكن ما تبذلوش مجهود مع ناس هي ما تستاهلش مجهودكم ده، ما تستاهلش مجهودكم. مش كل حد هنسيبه هنبقى خذلناه، احيانا ده بيبقى انقاذ، بس مش انقاذ للشخص ده، بيبقى انقاذ لينا احنا. ربنا يوفقكم في حياتكم ويديكم كل اللي انتوا بتحلموا بيه، وافتكروا ان انا بحبكم جدا. اكتبوا لي في الكومنتس عايزين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه، واشوفكم على خير.